السلام عليكم، وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. هنعمل النهارده الفطير حلو وحادق بطريقه جميله جدا وسهله، وان شاء الله بنتيجه مضمونه ورائعه. وفضلا طبعا ما تنسوش اللايك. نسمي الله ونبدا مع بعض. اول حاجه معايا نص كوبايه من الميه الدافيه. انا بستخدم ميه دافيه لان انا كنت في الشتاء. لو حضرتك عايزه تستخدمها دلوقتي حاليا احنا في الجو حر، يعني لو عايزه تستخدمي ميه عاديه من الفلتر تمام. بحط على نص كوبايه ميه بحط عليها معلقتين ونص كبار من السكر ونص معلقه كبيره من الملح. وبدوب الملح طبعا كويس جدا عشان ما يجيش فيها اي تخريزات في العجينه. وبضيفهم على العجينه وبقلب بقى الدقيق بالسائل اللي انا عملته. وببدأ انزل دي نص لتر من المية الدافية برضو. ببدأ انزل بيها تدريجي كده عشان خاطر العجينة تلم معايا، وما انزلش بالمية مرة واحدة عشان خاطر ما يعني ممكن تكب المية مرة واحدة تحتاجي دقيق. فاضيف المية بالتدريج احسن عشان ما تكبيش المية مرة واحدة. انا استخدمت نص لتر من المية على الكيلو الدقيق. طبعا كل دقيق بيختلف لشربه للسوائل. انا مستخدمه دقيق الاهرام، خد مني نص لتر من المية بالظبط على الكيلو الدقيق. ودقيق الاهرام طبعا له عرق كويس، ولازم الدقيق اللي تستخدميه يكون له عرق كويس جدا عشان تاخدي افضل نتيجة. عندي البولة فيها حبة مية، ببدأ ابل ايدي كده وببدأ اعجن بقى في العجينة والت واعجن لغاية ما اخد عجينة لينة جدا ومطاطية عاملة زي اللبانة بالظبط زي ما حضراتكم شايفين كده. بفضل اعجن فيها ربع ساعة لغاية ما اخد العجينة اللي حضراتكم شايفينها دي. اخدموا العجينة كويس. اي عجينة عموما انتوا بتعملوها اخدموها كويس هتديكم افضل نتيجة باذن الله يعني. وبعد كده ببدأ اقسمها الكويرات ديت الواحدة حوالي 70 جرام. انا كنت عاملاه في فصل الشتاء، مش فاكرة انا عملته كام كرة بالظبط، بس هو حوالي 37 كرة او 40 كرة يعني على ما اعتقد يعني. وببدأ ان انا انعمهم كده على الرخامة، وببدأ ارصهم في صينية وبدهنهم على وشهم زيت ومن تحتهم زيت، وبغطيهم بكيس بلاستيك عشان وشهم ما يقشفش او يعمل طبقة ناشفة من فوق الوش. وببدأ اسيبهم يرتاحوا بقى زي ما يرتاحوا، يعني ممكن يقعدوا نص ساعة ساعة تبع الجو اللي احنا فيه. وببدأ عندي دي الزبدة اللي انا هورق بيها الفطير. دي زبدة فرن، دي الحتة اللي كانت فاضلة انا وريت لكم الورقة يعني، هي دي اللي كانت فاضلة. وبعد كده اخدت عليها حبة زبدة من اللي هي البلدي، بدأت اكسرها كده وبدأت احطها عليها. وطبعا زيت عشان الفرد لان احنا كنا في الشتاء لما كنت يعني بفرد على الرخامة الزبدة كانت بتجمد، فلازم الزيت عشان يسهل معايا يعني فرد العجين. عندي هنا ده ربع كيلو من اللبن، بضيف عليهم معلقة من النشا ومعلقتين من البودر الكاسترد. ده كاسترد دريم انا بحبه. وعندي هنا برضو معلقة من السكر او معلقتين تبع حضرتك ما انت عايزاه يعني مسكر او لأ. وده الكاستر. اما للفانيليا او الكريمه اللي هي العاديه البيضه ببدا احط كده معلقتين من النشا مليانين كبار على ربع كيلو لبن، برضو على معلقه سكر او معلقتين سكر زي ما حضرتك عايزه تبع التسكيره اللي انت عايزاه، ومعلقه بودره كريم شانتيه خام. وببدا اقلب كده على البارد. ما بضيف يعني لازم اقلبهم كويس جدا عشان لو في حاجه لازقه في القعر او كده قبل ما اضيفهم على النار. لازم التقليب على البارد ده الاول، وببدا ارفعه على نار متوسطه ومع التقليب المستمر لغايه ما اخد القوام اللي حضرتك هتشوفيه دلوقتي ده. انا عايزه القوام الكريمي ده، هو تقيل شويه لان طبعا انا هحشي بيه عشان ما يطلعش من العجينه، فلازم القوام يبقى سميك الى حد ما يعني. والكاستر برضو ببدأ على نار متوسطة وايدي فيه عشان ما يشيتش من تحت لان الحاجات دي من السهل انها تتحرق بسهولة. وبس بعد كده برفعهم على النار. انا عايزة القوام ده وهو لسه على النار عشان لما يجمد يتقل اكتر. فهنا بقى ببدأ بعد ما رفعتهم من على النار عندي فانيليا سايلة، ببدأ احط هنا نقطتين وهنا نقطتين كده، وببدأ اقلبهم وبغطي وشهم. بجيب كيس بلاستيك كيس تلاجة وببدأ اغطي الوش بتاعهم عشان الوش بتاعهم لو جمد بيعمل طبقة رخمة كده من فوق الوش ما بتبقاش حلوة خالص في الاكل. فلازم الكيس يبقى لازق في السطح بتاع الكريمة يعني زي ما حضرتك شايفة كده. وبسيبهم على جنب لغاية ما بيبردوا. هنا بقى العجينة بتاعتي كانت ارتاحت تماما، سبتها براحتها خالص عشان لو جيتي فردتيها وهي لسه ما ارتاحتش مش هتتفرد معاكي وهتفضل تلم عاملة زي الاستيك بالظبط. فلازم العجينة ترتاح يعني تسيبها ترتاح براحتها خالص، وتغرزي صباعك في الكورة كده. لو العلامة بتاعت صباعك ما رفعتش تاني اعرفي كده انها ارتاحت، لقيتيها رفعت يبقى هي لسه كده عايزة ترتاح تاني.
فديت للتريح يعني العجينه. ببدا اخد الزيت كده على الزبده يعني اللي احنا عاملينها، وببدا افرد كده، لان طبعا زي ما قلت لحضراتكم احنا كنا في الشتاء، فالعجينه ما كانتش هتمشي معايا خالص، لان الزبده كانت بتجمد بسرعه في الرخامه، لان الجو كان ساقع جدا فكان لازم زيت. اما لو احنا في الصيف عادي بفرد بالزبده عادي، مش بحتاج لزيت كتير، فلازم الزيت. هنا ببدأ افردها كده لغاية ما الرخامة تبان من تحت العجينة كده زي ما حضراتكم شايفين كده. عشان تاخدي افضل نتيجة للفطير افردي العجينة مظبوط، وعمرها ما هتقطع منك. لو انت عجناها كويس جدا عمرها ما هتقطع منك، الاستحالة هتلاقيها بتقطع منك. وان شاء الله هعمل لكم برضو الفطير اللي على الطبلية، اللي هي الكرة الواحدة، مش الكرات اللي هي الصغيرة دي، عشان لو فرضا عايزين تعملوا كرة واحدة وتريحوا دماغكم تبقى فطيرة يعني. ديت احسن لي انا طبعا، لان انا بحبها اكتر. بس هنا انا بعمل على الرخامة عشان لو حد ما عندوش يعني الامكانية ان هو يعمل على الطبلية ويخاف يعني انها تتقطع منه. ان شاء الله برضو هوريكم الطريقة دي. وبرضو ديت تاني كورة معايا. ببدأ انا بعمل الفطيرة 3 كرات، فردت تاني كورة كده وببدأ افرد ادهنها بالزبدة بتاعتي، وببدأ احط كده الاولانية اللي احنا طبقناها بحطها جوه التانية كده، وببدأ اطبق برضو عليها زي ما حضرتك شايفة كده. بجيب الطرف ده عليها وببدأ اعمل ادهن ما بين كل طبقة الزبدة، عشان برضو ده توريق، لازم كل طبقة تدهن بالزبدة. وببدأ اطبق كده، او اللي انا اطبقه ادهنه بالزبدة وبسيبها كده على جنب. ودي تالت كرة معايا ادهن برضو زبدة وبحطها كده. انا عملت الفطيرة ال3 كرات دول بس، ده الفطير السادة. اما اللي هي المحشية اللي هي الحلوة يعني عملت كرة واحدة بس زي ما حضرتك شايفة كده. ببدأ اطبق واعمل ادهن ما بين كل طبقة وزبدة، وبسيبها على الصاج ترتاح خالص. برضو ده تاني يعني ده تاني تريحة للعجين، لازم العجينة ترتاح كويس جدا عشان تعرفي تفرديها. يعني بتسيبيها على الصاج كده زي ما انتم شايفين، بتفرد يعني بتسيبها ترتاح براحتها. هنا بقى للحلو ببدأ كده افرد برضو العجينة زي ما حضرتك شايفة كده، وبقطعها من الجناب 2، وببدأ احط كده. شفتوا المهلبية او الكريمة لما بردت عملت ازاي؟ بقت تقيلة خالص. هو ده القوام اللي انا عايزاه. لسه هتسيح طبعا جوه العجينة لما تخش الفرن، وهتاخد وضعها تاني الشكل بتاعها يعني. فلازم تكون كده من البداية عشان ما تطلعش معايا تبوظ يعني من قلب العجينة، تلاقوها طلعت منكم واتحرقت وبقى شكلها غبي لو العجينة لو الكريمة سايلة يعني. ببدأ برضو ادهن كده عليها بالزبدة من حواليها كده، وما بدهنش الحتة اللي هي فيها الكريمة، بدهن حواليها بس عشان خاطر ما تتزحلقش مني او كده او تسيح من الزبدة. وببدأ اقفل كده زي ما انتم شايفين، لازم التقفيل كويس جدا. بجيب الطروف على بعض زي ما حضرتك شايفة كده، وببدأ اقفل حواليها وادهن برضو زبدة عشان اورق ما بين الطبقات زي ما انتم شايفين كده بالظبط. وتقفلي كويس جدا، بعملها على شكل مستطيل كده وبقفل كويس عشان خاطر الحشوة بتاعتي ما تطلعش من الجناب. لازم التقفيل كويس جدا عشان ما تطلعش معاكم الحشوة في الفرن وتبهدلكم الدنيا. بس زي ما انتم شايفين كده بالظبط. وببدأ احطها برضو في الصاج بتاعي مش مدهون اي حاجة، لان هو طبعا في كله زبدة، فمش محتاجة ان انا ادهنه حاجة تاني. وعلى الطبقة اللي انا طبقتها بحطها على الصاج، التطبيقة دي من تحت يعني في الصاج. ودي التانية برضو اللي هي اللي هعملها بالكاسترد زي ما انتم شايفين كده. بدهن برضو حواليها بالزبدة، وبسيب الحتة اللي انا هحط فيها الكاسترد او المهلبية من غير دهان خالص. وبحط كده الكاسترد برضو زي ما حضراتكم شايفين في النص كده في الحتة اللي مش مقطوعة، وببدأ الم عليها الطروف كده وبقفل عليها كويس برضو عشان خاطر ما تطلعش معايا يعني من الفرن. وببدأ اقفل عليها كويس، وما بين كل طبقة بدهن زبدة زي ما حضراتكم شايفين كده عشان خاطر العجينة تبقى مورقة معايا. بس بعملها على شكل مستطيل كده. شايفين انا حتى لما بمط فيها وانا بشيلها من على الرخامه ما بتتقطعش، العجينه عامله زي اللبانه بالظبط. هنا بقى انا كنت بجرب حاجه، قلت لو نفعت يعني هنزلها، ما نفعتش مش منزلاها، فلقيتها بصراحه جميله جدا. عندي هنا العجينه ببدا اقطعها كده شرايح، وببدا الفها زي الرول بالظبط. بجيب العجينه
بحط يعني في قلبها الكريمه، وببدا الفها كده زي الصوابع زي ما حضراتكم شايفين كده، وبقفل كويس برضو من الجناب عشان خاطر العجينه ما تطلعش معايا. ولقيتها شكلها جميل بصراحه، وطريقه يعني لقيتها جميله جدا في الاكل، وعامله زي كانك بتاكلي حاجه كده، جلاش، حاجه كده زي ما انتوا شايفين كده، هتبقى شكلها جميل وطعمها اجمل. بعد ما رصيت كده في الصواني زي ما حضراتكم شايفين، دي الصوابع كلها انا عملت دول بس عشان خاطر قلت تجربة، بس بصراحة لقيتها طعمها جميل جدا، ويعني جميلة قوي وبالذات للاطفال. هنا بقى بعد ما عملت الكميه كلها خلصتها ورصيتها في السيجان، التكويره بتاعت العجين دي يعني لقيتها مش موجوده في الكاميرا كانت مفصوله. ازاي انا كورت العجينه وهو كان مربع؟ انا بس عملت اول ما العجينه ارتاحت بططت بس طبطتين من النص كده، ورحت جايبه الحروف كلها على بعض، عملتها على شكل دوريه، ورحت قلبه الحروف على الصاج، يعني خليت الحروف اللي هي فيها التطبيقه تحت، والوش اللي هو فوق ده هو الوش الاملس اللي حضراتكم شايفينه ده. وانا موضحه التكايه دي في فيديو قبل كده عملته للفطير اول ما عملت القناه، فان شاء الله هسيبهولكم في صندوق الوصف. وبعد ما الفطير ارتاح معايا خالص ببدا ان انا ابططه، يعني بخليه بقى على شكل دوريه كده. عايزينه برضو على الشكل المربع بتاعه الاساسي، تمام، بططه على الوضع ده عادي مفيش اي مشكله. ببدأ برضو اللي فيها الحشوة ببططها كده بالراحة خالص عشان ما تتقطعش يعني، والحشوة تطلع منها. وبحاول وانا بفردها ما برفعهاش قوي، يعني بخليها متوسطة القوام، لا رفيعة ولا تخينة عشان ما تنشفش معايا في الفرن. الفرن طبعا شغال عندي على درجة حرارة عالية جدا من فوق ومن تحت، وبدخل الصاج ده عندي على الارضية كده، مش على الشبكة، لازم الارضية لان الفطير من الحاجات اللي بتحتاج نار عالية جدا، فلازم النار تبقى عالية جدا جدا عليه. وبعد ما بيخلص هو خد حوالي 8 دقايق او 9 دقايق في الفرن. بعد ما بيخلص الفطير الحلو ببدأ ان انا احط عليه العسل كده، بجد طريقة جبارة، جربوا الطريقة دي وطعمه كان حاجة كده عالمية والله. جربوا الطريقة دي وهتدعولي ان شاء الله. هنا بحط العسل على كله كده زي ما انتم شايفين، مش عايزين العسل وعايزين سكر بودر تمام خالص، بس العسل جميل جدا مع الحشوة بيخلي طعمه جميل اوي. وببدأ بقى بأي تزيين عندك، عايزة تحطي سوداني، عايزة تحطي مكسرات، انا كان عندي حبة فستق كده اللي هو الكداب ده، انا كنت عاملاه يعني بالسوداني، وحاطه عليه لون، وجايبه ريحه فستق من عند العطار وحطها عليه برضو، وبنشفه وبعد كده بطحنه، بنشفه يعني في الفرن، وبعد كده بطحنه بقى، وبيبقى طعمه جميل برضو، يعني اقتصادي الى حد ما وطعمه حلو بجد، حاجه ما شاء الله تشرف يعني. والتاني برضو الساده بعد ما طلع من الفرن بيبقى بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده، ببدا اغطيه كده بكيس تلاجة، بسيبه يرتاح الاول دقيقتين او 3 عشان خاطر اول ما بيطلع من الفرن بيبقى سخن جدا طبعا، لا عشان الاكياس بتاعتي ما تسحش مني، يعني بسيبه يرتاح دقيقتين وببدا اغطيه كده بكيس تلاجة. عايزه تحطيه فوق بعض وتغطيه بفوطه تمام، بس انا بحب الطريقه دي اكتر لان بتحافظ على الوش بتاعه ما بيتكسرش. اما لما بتيجي تحط الفطير فوق بعضه بتلاقيه الوش بتاعه بيتكسر زي ما انتوا زي ما انتوا عارفين يعني، لان الوش بتاعه بيبقى ناشف فبيتكسر بسهوله، فالطريقه دي احسن. فشايفين الطراوه حاجه كده ما شاء الله، هو نفس اللي بيتشرى من الطابونه بالظبط، واحلى وانضف طبعا بكتير لانك انت عامله الحاجه بالبيت وعارفه النظافه بتاعتها، وعارفه الحاجه اللي انت حطاها فيها، وعارفه المكونات كلها انت اللي عاملاها بايديكي بيقول. وهوريكم طبعا من جوه زي ما انتم شايفين كده، حاجه كده ما شاء الله. القشطه خدت وضعها زي ما انتم شايفين كده، والكاسترد برضو خد وضعه وهو في الفرن. فبصراحة الطريقة دي مضمونة جدا، يعني حبة دقيق ومية وملح من غير خميرة من غير اي حاجة، طلعولي حاجة زي الفل كده زي الكتاب ما قال. وبجد كان خفيف جدا وسكره مظبوط جدا جدا، وحاجة كده ما شاء الله وتشرف وبتدوب في البق. جربوا بإذن الله مش هتندموا. وهنا الفطير بتاعي بعد ما عدى عليه حوالي 10 دقايق بسيبه متغطي كده زي ما انتم شايفين، وببدأ اعربه، بيبقى يعني الوش بتاعه طري وزي ما انتم شايفين كده طري خالص اهو. وهوريهولكم برضو من جوه عامل ازاي، والطبقات بتاعته مورقه وشكله ما شاء الله اللهم بارك، يعني حاجه كده تشرف بجد. وده شكله زي ما انتم شايفين كده. صورت الحته دي وكانت التانية دي مقطوعه كده، كانت متاكله يعني، فقلت الحقه. كنا عاملينه عشان نتغدى بيه يعني، وده اللي كانت فاضله. وزي ما انتم شايفين كده الطبقات مورقه وطري جدا. يا رب يا رب يكون الفيديو عجبكم، واكونش طولت عليكم، واكون فدتكم باي معلومه ولو بسيطه. وبكده الفيديو بتاعي خلص، مع السلامه.